السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا حبايبي الحلوين وابطال سنة رابعة. الدرس ده درس التاني في الوحدة التانية، واللي بنتكلم فيه عن الكاملز الجمال وعن الهورسز الأحصنة. اول حاجه هناخد طبعا كالعاده هنبدا بالفوكابلري، انت حفظتهم بقى. اول حاجه نبدا بالكلمات، بعد كده نروح عند الفيربز الافعال، بعد كده نروح عند السنتنسز الجمل اللي بيقوم عليها الدرس واللي بنحل منها اللي عن طريقها بنحل بقى الايه الانشطه والاكتيفيتيز يعني والاكسرسايز. نبدا اول حاجه بالجمل بالكلمات سوري بالكلمات. اول حاجه احنا معانا كلمه اقدام مسطحه، اسمها ايه بقى؟ اسمها flat feet flat feet flat feet. بعد كده عندي كلمة جمل يعني camel camel camel. كلمة فرو يعني fur. كلمة لبن يعني milk. كلمة رملة يعني sand. الفار اسمه، احنا عارفين ان الاو واليو بننطقها او، الاو واليو ننطقها او، يبقى ماوس والاي في الاخر ما ننطقهاش ماوس. حصان يعني هورس والاي في الاخر ما ننطقهاش. فيل يعني، انا لاحظت هنا ان في بي اتش، اول ما تلاحظ اي كلمه فيها بي اتش يبقى ده حرف الاف، يبقى elephant، وفيها في الاخر كلمه انت نمله يبقى elephant. ننزل عند الصفات. اول حاجه كلمه مدهش يعني ايه؟ amazing فيها انج في الاخر يبقى زنج. الانج تحب تخطف حرف من اللي قبلها يبقى زنج. amazing. كلمه لذيذ دل السي اي هننطقها هنا زي حرف الشين، يبقى ليه عشان لما نيجي نتملى delicious. محدش يقول لي ان الاو واليو هنا ننطقها او، لا، في بعض الكلمات مش هننطقها فيها او، كتير جدا بننطقها او، حبه صغننين خالص يتعدوا على الصوابع كده مش بننطقها او، بننطقها زي يبقى delicious. جميل يعني ايه؟ اهي beautiful يبقى جميل يعني ايه؟ beautiful. حريص يعني ايه؟ محدش يقول لي كار، لا، طالما في ايه يبقى هنطق دي ايه، يبقى careful حريص. رائع يعني ايه؟ perfect كلمة مهمة قوي. perfect. خطير يعني ايه؟ يلا بينا. دين 3 حروف، دين جي، وقلنا الاو واليو مش على طول هننطقها، هنا هننطقها برضو، يبقى dangerous نقسمها الاول dangerous. الكلمات التانية، الصفات التانية، كلمة مزعج قول معايا نوي، الاوي اهي، الاو والاي دي بننطقها اوي يا اما دي اوي، ودي كمان اوي، يبقى noisy. قوي يعني strong. غاضب يعني angry. كبير السن يعني old. صغير يعني اتفقنا ان الاي دبل ال بننطقها all، يبقى هقولها small. رفيع يعني thin. جميل يعني نايس، والاي في الاخر ما ننطقهاش. ليه قلنا على حرف السي اللي على طول بنقول عليه ك ليه نطقناه هنا عشان يجي ورا اي، يبقى حرف الك بننطقه لو جه وراه اي او اي او واي هفضل اقولها كل ما اقابلها. هنا جه وراه اي يبقى ننطقه يبقى نايس. طويل يعني long. كبير يعني large، مش هنطق الاي، large. سريع يعني fast. بطيء يعني slow. دي كانت الفوكابلري او الكلمات اللي معانا. هنروح بعد كده نقلب الصفحة، هنلاقي بقى ايه بقية الكلمات. اول كلمة معانا هي كلمة طريقة خاصة، اسمها ايه بقى؟ بص معايا كده، عايزة اوريك حاجة كتير جدا اتكلمنا عليها، ان السي اي في معظم الكلمات بننطقها زي حرف الشين، وبنطقها زي الشين، فبقول بنطقها زي ش يبقى special يعني خاص او مميز.
way اهي way يعني طريقة، يبقى special way طريقة خاصة. ماء عذب، طيب عذب او اسمه fresh الاس اتش بننطقها ش، يبقى fresh. طبعا خدنا ميه كتير. water او water يعني ايا كان لو بتنطقها water فاجابه برضو صح والنطق صح fresh water. كلمه ملابس اسمها ايه؟ نيجي هنا التي اتش بننطقها ذ يبقى clothes. محدش يقولي clothes، لا غلط، مش بنطق دي clothes. الملابس على بعضها كده اسمها clothes. كيلومتر طبعا في الساعة مش عايزينها، ده اختصار ليها kph. ده اللي هنا عندي الافعال، عندي افعال منتظمة. قلنا يعني ايه منتظم؟ يعني بنحط اخرها اي دي، بجيب الفعل زي ما هو احطه واحط اخره اي دي عشان احوله الماضي. دي اول طريقة. تاني طريقة وهي الحفظ، ان انا اغير الفعل خالص. فانا عندي هنا يعبر يعني cross الماضي بتاعها عبر crossed. يحمل يعني carry. حمل يعني carried. يمتلك او يملك يعني have او has، الماضي بتاعها had. يعمل يعني make الماضي بتاعها made. فهنا بنحفظ عشان مش بنحط اي دي في الاخر. هنيجي بعد كده عن الجمل، وقلنا دي مهمة جدا. يمكن ده كتاب من الكتب القليلة جدا اللي بيجيبوا فيه القصص بيحولوها الجمل عشان تساعدك في تشوز الاختيارات، بتساعدك في الامتحانات، بتساعدك في حل الأسئلة. أول حاجة، أول جملة نمبر 1 معانا بتقول camels الجمال are تكون beautiful جميلة، strong وقوية. طبعا كلمة حيوانات يعني animals. نمبر 2 they help us بيساعدونا to carry نحمل things الأشياء and people الناس to cross عشان نعبر بيهم the desert الصحراء، بيشيروا الجمال والأشياء. نمبر 3 their milk اللبن بتاعهم is يكون delicious. قلنا هشه اهي، قلنا الشه دي delicious لذيذ. نمبر 4 we can use their fur بنستخدم their fur الفرو بتاعهم to make clothes عشان نصنع منه الملابس. نمبر 5 camels are perfect ممتازة، جمال ممتازة for the desert عشان الصحراء. نمبر 6 camels have large flat feet قدم كبيرة مسطحة. so لذلك they can يستطيعوا walk on يمشوا على the sand الرملة. نمبر 7 camels can live بيستطيعوا ان هم يعيشوا without. نيجي هنا يبقى camels الجمال can تستطيع live تعيش، ناخد دي with ومعانا ال o وال u يبقى out. without يعني بدون، without water بدون المية، for a long time لوقت كبير جدا بيعيشوا من غير مية. نمبر 8 camels الجمال are تكون very noisy. قلنا اوي ال o وال i اوي يبقى noisy and they can get angry وتبقى غضبانة جدا، بتغضب. نمبر 9 هنخش لحد هنا انا شغالة على camels اهو. نخش هنا من اول نمبر 9 على الهورسز الأحصنة. الأحصنة have large beautiful eyes ليها عيون large كبيرة و beautiful جميلة. نمبر 10 horses eat grass بياكلوا عشب and drink وبيشربوا fresh water مية عذبة. نمبر 11 horses can live بيستطيعوا انهم يعيشوا in the desert الله في الصحراء هم كمان زي camels. قال لنا but ولكن they need بيحتاجوا people الناس to look after them يعتنوا بيهم. اهتموا كتير جدا يا جماعة بالجمل عشان الجمل مهمة جدا، هي اللي بيجي منها الامتحانات زي ما قلنا. الاكسرسايزز التمارين نفس الفكرة، نفس الكلام اللي قلناه اهو، بس هو عامله على شكل
هنا نفس الحكايه اللي حكيناها في الجمل عن الكاملز، هنا نفس الحكايه اللي حكيناها عن الهورسز، نفس الكلام اللي قلناه بالظبط. كده احنا يعتبر دي الاكسرسايزز، فاحنا كده يعتبر خلصنا lesson 2 كلمات والجمل. ولو في اي قواعد انا كده هجمعها مع بعضها في فيديو واحد اكتب عليه قواعد او جرامر الخاص بسنه رابعه الترم الاول كله، لكن احنا بس بنكتفي بالفوكابلري كلمات والسنتنسز اللي هي الجمل، وفيديو واحد لوحده هيكون خاص بالجرامر. اشوفكم بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.